السلام عليكم. لايف سريع جدا. طبعا تصريح خطير في منتهى الأهمية، ما ينفعش ان احنا نسكت عليه. للرئيس المصري دلوقتي من تقريبا من ساعتين، بشأن الحرب اللي دايرة دلوقتي بين إسرائيل وما بين الشعب الفلسطيني. التصريح اللي أدلى بيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن أي فكرة تهجير للفلسطينيين داخل الأراضي المصرية تعني الحرب بين مصر وإسرائيل. تصريح في منتهى الأهمية والقوة والخطورة. بصراحة تصريح شجاع، بصراحة تصريح الواحد انبسط انه سمعه، لان بقالنا كتير قوي ما سمعناش تصريحات في منتهى الأهمية والقوة زي التصريح الخطير ده. التصريح ده يعني امام العالم كله ان الموضوع مش مجرد هزار او مش مجرد شجب واستنكار. اللي حصل ان رئيس الوزراء الالماني جه في زيارة لمصر. جاي منين بقى بسلامته؟ جاي من اسرائيل رأسا، في محاولة منه لإقناع مصر ما تفتحي بقى مصر وتدخلي الفلسطينيين ونهجرهم ونسيبهم أرضهم وبلادهم وقضيتهم، ونستنى كده سنة ولا سنتين ولا وقت ما الحرب تخلص، لغاية بس لما إسرائيل تخلص على اللي موجودين، وبعدين نبقى نرجعهم تاني. فطبعا المخطط والمؤامرة مكشوفة منذ أول يوم سمعنا فيه عن اللي بيحصل ده. صفقة القرن اللي نوهت إليها وبنوه إليها وعملت لها حلقة عجبوني بسببها بتوع فيسبوك، علشان ما ينفعش ان انا اتكلم في كلام مهم زي ده. وها هو الآن يثبت أمام العالم كله ان المخطط في طريقه. لكن الرئيس المصري تصدى بمنتهى الحزم بصراحة وبمنتهى القوة للي بيحصل بتصريح هو الأخطر منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وأعلن رسميا، مش في مكان مغلق ولا في مكان يتقال انه قال ولا ما قالش، ده قدام التلفزيونات بتاعت العالم كله على مرأى ومسمع من الجميع، ان فكرة تهجير الشعب الفلسطيني الى مصر او الى سيناء، الحلم المنتظر للصهاينة، تعني الحرب رسميا بين مصر واسرائيل. وقال ان انا على استعداد لخوض الحرب ديا، وانا على استعداد ان لو الشعب المصري اللي قوته 104 مليون مواطن فوضوني فانا لها. واحنا بنقول له مصر كلها وراك، ولا اكل ولا شرب، بس يتربى ولا 60 في 70 دول كلنا مش طايقينهم ومستنيين اليوم دون. ولو ده يوم القيامه فاهلا بيوم القيامه زي ما بيقولوا. مصر كلها في انتظار ان لو اتقال لنا اكل وشرب ولا الصهاينه، بلا اكل بلا شرب بلا، احنا للموضوع ده، احنا عايشين عشان القضيه دي. احنا كلنا في ظهر اخواتنا في فلسطين، وكلنا في ده تراب بلدنا، والمخطط مش هيحصل. والمخطط ده احنا محذرين منه، وانا بحذر منه بقالي فتره مش كبيره، ان المخطط ده الصهاينه عايزه تعمله، والمخطط ده يساوي ارواحنا. وزي ما هو طلع واعلن بمنتهى الجرأه والحسم والقوه ان ده يعني حرب من مصر واسرائيل، فاحنا معاه في القرار دون. وانا واحد من الناس فدا دمي فدا ارضي. ولو دون معناه ان احنا هنفدي بلدنا بارواحنا، فاحنا هنفدي بلدنا بارواحنا. وطلع تصريح للرئيس السيسي وقال لهم لو انتوا عايزين مكان امن تحطوا فيه الفلسطينيين، عندك صحراء النقب جوه اسرائيل اللي انتوا احتلتوها، قعدهم فيه لغايه لما تخلص حربك. ده لو انت كلامك كان صح، لكن هم عشان عارفين ان هم كدابين، فطبعا الكلام ده ما يعجبش. هكرر تصريح تاني اتقال بهذا اللفظ او بهذه الجملة: فكرة تهجير الفلسطينيين الى سيناء تعني الحرب رسميا بين مصر واسرائيل. انا عجبني التصريح، وعجبني جدا ان انا اعبر عن مدى سعادتي بقوة هذا التصريح ومدى سعادتي بجرأة هذا التصريح، وان انا اطلع اقوله على العلن. وطبعا في تحركات في منتهى الأهمية والخطورة بتتم حاليا داخل رفح في سيناء، وفي أسلحة تقيلة مصرية، أسلحة مصرية تقيلة دخلت دلوقتي في الحتة اللي المفروض ممنوع ان تخش فيها أسلحة تقيلة من الجانب المصري طبقا لاتفاقية كامب ديفيد.
حاليا في اسلحه تقيله داخل المناطق المحظور تواجد اسلحه تقيله فيها، وفي تحرك عسكري بكثافه وتامين وتمشيط داخل الاماكن المصريه، وربنا يستر على اللي جاي. الحلقه بتاعت بكره الخميس الساعه 9 بالليل حلقه في منتهى الاهميه، حلقه مش عايز حد يفوتها، ده لو كان لسه في صفحه ولو كان لسه صوتنا مسموع. طبعا احنا اللايف اللي عملناه قبل كده كانوا هيقفلوا لي الصفحه وقالوا لي قدامك 24 ساعه. كميه الشير اللي اتعملت وكميه الرسائل اللي تجاوزت 1,200,000 رساله وصلت لي لدرجه ان هي وقعت الصفحه من كتر التأييد، بشكركم عليها. واتمنى المؤازره مع الشعب الفلسطيني، ويا رب انصر فلسطين، يا رب كن مع الشعب الفلسطيني وانصر جيش مصر وقويه زي ما نصرته وقويته بكلمتك وقوتك قبل كده. ويا رب انصرنا، ويا رب العرب يفوقوا، يا رب العرب يفوقوا، يا رب الحكام العرب يتحدوا، يا رب نسمع قرارات جريئة وتصريحات قوية زي ما سمعنا. يا رب يا رب فوق العرب، يا رب يا رب العرب يتحدوا ولو مرة. يا رب يا رب انصرنا، انصرنا يا رب على عدونا وعدوك. بكرة الساعة 9 في حلقة في منتهى الخطورة، مستنيكم. وان شاء الله باذن الله ربنا هينصرنا، وباذن الله النصر لفلسطين، وباذن الله ربنا هيحمي الجيش المصري، وربنا معانا في الايام الجايه. تابعوا بقوه وادعوا، ادعوا ربنا ان ينصرنا. الايام الجايه ايام في منتهى الخطوره والاهميه، وكلنا ندعي ونقول يا رب يا رب يا رب. السلام عليكم.